ليبيا والليبيين اللي هم اخواتنا وشقائنا، معناها حبيتها تحيه ليهم بعد هالمناوشات الخفيفه اللي قاعده تصير في شبكات التواصل الاجتماعي واللي مؤكد انها باش تنتهي. تعرف مريم، احنا نقولوا نتفخروا برشا انه تاريخنا 3000 سنه، المصاروا يقول لك 7000 سنه. تعرف اللي ليبيا الاعرق في شمال افريقيا تقريبا ب 10000 سنه. تعرف الحضاره الفرعونيه استوطنت في ليبيا قبل ما تستوطن في مصر، واللي زار متحف طرابلس وانا واحد من الناس زرته وان شاء الله يكون مازال موجود بنفس الحاله يعرف الشيء هذايا. وقت نقولوا تاريخ ليبيا نقولوا القائد الكبير كاراكلا اللي كان قائد الجيوش الرومانيه، وحتى حنا بعض الجنود والاشاوس كان ياخذهم من ليبيا. والحقيقه ما فماش فرق بين تونس وليبيا اليوم، وهذا نتحدى فيه كل تونسي وكل ليبي. ما فماش قريه ولا مدينه ليبيه ما عندهاش لقب تاعها في تونس. وقت تقول البريقي، وقت تقول الغرياني، وقت تقول طرابلسي، وقت تقول المصراتي وغيره وغيره، يعني الالقاب الليبيه كلها موجوده في تونس. دونك لا فرق لا بين تونس لا بين ليبيا. ليبيا من احلى المحطات نتاعها وقت في عهد الدوله القرمانليه الليبيه مرغوا انف الأسطول البحري الأمريكي في التراب عندما تم أسر الأسطول، وخاصة الباخرة العملاقة في تلك الفترة كاليفورنيا. واضطر جيفرسون لدفع غرامة للجيش الليبي ب60 مليون في تلك الفترة. ليبيا اليوم تمر بظرف صعيب وإحنا كيف كيف والأعصاب مشدودة شوية، لكن لابد أن نتفاهموا بعضنا وما نكبروش في النفوس، لأنه قدرنا هو قدر واحد. احنا فرد تاريخ وتقريبا فرد جغرافيا، احنا شعب واحد مقسوم على دولتين. مفروض انه الشباب الليبي والشباب التونسي يكون واعي بالحقيقه ذي، ويكون واعي اكثر بخصوصيه وهشاشه المرحله اللي قاعدين نمروا بها. مفروض اليد في اليد، ثماش ما نتعاونوا باش نخرجوا من المرحله الصعبه اللي تعيش فيها البلدين. فرجاء الاخوه الليبيه نعولوا برشا على رحابه صدركم. التوانسه كيف كيف هات نقصوا علينا الحكايات الفارغه ذي، راهو اللي يستنى فينا اصعب برشا ربما من اللي يتعدى، وربما باش نحتاجوا بعضنا اكثر من اللي احتاجنا بعضنا في السابق. فتحيه كبيره لليبيا بلد البطل العالمي عمر المختار، وتحيه لتونس وابطالها وما اكثر، وإن شاء الله ما فما كان الخير.